عارف لما يبقى عندك طفل والطفل دوت يبدأ يكبر شوية ويبدأ يقول لك ايه، دي بتاعتي ودي بتاعتي ودي بتاعتي ودي بتاعتي، ويبدأ يحوط على كل حاجة وعاوزها. احيانا احنا بنبقى شبه الاطفال جدا جدا جدا. وخد مني دي بقى، ليه بتبقى شبه الاطفال؟ لانه احيانا كتير نبقى عايزين كل حاجة حلوة من كل حد حوالينا. القيادي اللي بيعرف يقود عايز منه دي، وعايز اخدها هي بالذات بتاعته هو لانها عجباني، وعايز اخد فلان اللي صوته حلو، عايز اخد صوته، عايز اخد فلانة اللي طلتها حلوة، عايز اخد فلانة اللي عندها مواهب، عندها بترسم، بتعرف ترسم، فانا عايز اخد موهبة الرسم. طب وباقي الشخص باقي الشخص اللي مليان حاجات بس عنده حاجة باينة، لا انا مش عايزة باقي الحاجات، انا عايزة الحاجة اللي عجباني في الشخص ده بس، عايز الحتة اللي معجب بيها. ليه؟ لان هي دي الحتة اللي ناقصة عندي او الحتة اللي فيها مشكلة عندي. وغالبا احنا بنعجب بالحاجات اللي ناقصة عندنا او اللي حوالينا عندهم حاجة عجبانا، فعايز الحتة دي بالذات. طيب وبقيته؟ انا مش عاوز حاجة تاني منه. مفيش يا عزيزي ويا صديقي ويا مستمعي العزيز، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها الإنسان باكج على بعضه. يعني إيه باكج على بعضه؟ يعني وحدة واحدة، صوته وطريقته وأسلوبه وكلامه كله وحدة واحدة. فلان اللي بيعرف يجمع الناس حواليه أنا ما استأملوش على سري. فلانة اللي صوتها حلو يمكن عندها مشاكل في حتة تانية، تاخدها كلها على بعض، تحب تبقى مكانها. فلان القيادي ممكن يكون ما يعرفش يحس بيك قوي، لأنه القياديين شوية متارجتين حاجات معينة وبيمشوا ناحية الهدف أكتر من الناس شوية. طب فلان اللي بيعرف يلم الناس حواليه، هل أنت تقدر على التكلفة اللي بيدفعها؟ لا، أنا عايز الحاجة وأنا قاعد ساكت، مش عايز أتعب في حاجة يا باشا. طب يعني أنت مش عايز تتعب في حاجة ومش عايز تاخد الناس على بعضها وعايز تاخد حاجات معينة من كل واحد، ده لا يمكن أبدا. كل واحد فينا وحدة واحدة، يا يتاخد على بعضه يا يتساب على بعضه بنظرتنا الباحثة عن الكمال. ليه بقى؟ لأنه الشخص الباحث عن الكمال بيبقى عايز كل حاجة حلوة جدا، عايز كل حاجة بيرفكت، عايز مفيش غلطة في حاجة، وبالتالي الحاجة بتبوظ رميت منه، بتبوظ منه، مش هيعرف يمسكها، مش هيعرف، لأنه مفيش حاجة في الحقيقة اسمها اخد كل حاجة في الحياة. مستحيل مستحيل. يا تاخد الشخص على بعضه يا تسيب الشخص في حاله وتبص على الحاجات الحلوة اللي عندك وتبص على الحاجات اللي أخدت فيها شط وكبرتها ونمتها، وتبص على الحاجات اللي انت فيها مميز. ليه؟ لأن دي بصمتك انت مش بصمته هو. اتعلم تبص على حاجتك على انها حاجة حلوة يا بني آدم، يا كئيب يا اللي بتدور على الناس وما بتعرفش تشوف الحاجة الحلوة اللي في حياتك. سلام، اشوفكم الحلقة اللي جاية.